السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأهلاوية في كل مكان في مصر وخارج مصر وفي أي حتة في العالم، تحياتي ليكم جميعا ورب تكونوا بخير. النهاردة الأهلي كسب ماتش سيراميكا كليوباترا 5-2. طبعا ماتش كويس جدا جدا على الأداء الهجومي اللي الأهلي كان بيقدمه، وخط الوسط كان طبعا كله متميز النهارده، ولكن كان في مشكلة دفاعية كانت واضحة في الشوط الأولاني وتم علاجها من جانب مارسيل كولر في الشوط الثاني، إن هو نزل خالد عبد الفتاح مكان يوسف أيمن. واعلن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة انه كان يوسف ايمن بسبب انه كان عنده ارتجاج في المخ، فما كانش بيتدرب بشكل قوي وما كانش جاهز النهارده بدنيا وذهنيا، واضطر ان هو يغيره في الشوط التاني عشان كده. وده مش تقليلا من اللاعب، يعني لاعب مستواه كويس جدا ولاعب كان محترف، فاحنا يعني مش عايزين برضو نظلم اللاعب يعني. ده اول شق، بس يعني ده كان سبب الاداء الدفاعي المهزوز في الشوط الاولاني. في الشوط التاني طبعا هو نزل خالد عبد الفتاح ونزل قفشه مكان كوكا، احمد نبيل كوكا، فاصبح الوضع في الملعب بقى افضل. الاهلي نجح ان هو في اول الشوط التاني على طول باحراز هدف تاني عن طريق عرضيه لطاهر، اللي الناس كلها كانت بتتكلم عليه وتقول يعني مقتنع بيه ليه جدا كولر يعني، وبيخليه في الملعب على طول، في لعيبه احسن من كده، وطاهر مش مستواه مش عالي، وطاهر طاهر النهارده موجود، احرز هدف باسيست من وسام ابو علي، واحرز الهدف وعمل اسيست في الهدف الثالث لوسام، عمل له عرضيه طبعا جميله جدا جدا في الستاير ده، واحرزها وسام ابو علي بشكل اكثر من رائع. طيب، بالنسبه للاداء الهجومي احنا مطمنين جدا الحمد لله، عندنا عناصر جيده. حسين الشحات النهارده احرز هدفين. عندك طاهر بيمر بفتره كويسه برضه، لما خد ماتشات مستواه ابتدى يعلى ماتش بعد ماتش. النهارده جايب في اخر 7 ماتشات لعبهم، جايب عامل ست مساهمات تهديفيه، ما بين اسيست وما بين اهداف احرازها. فاداء كويس جدا جدا على المستوى الهجومي، ولكن حته الدفاع دي ما كانتش مظبوطه للاسباب اللي احنا ذكرناها. وطبعا غايب ياسر ابراهيم الاصابه، وغايب اشرف داري الاصابه، ما فيش غير رامي ربيعه اللي كان موجود. وخالد عبد الفتاح لما نزل الاداء الدفاعي انضبط بشكل كبير جدا جدا. طيب، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه ان شاء الله. طيب، النقطه التانيه اللي عايز اتكلم فيها، اللي هو طبعا يعني استكمالا للفيديو اللي فات، بسبب الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في ماتش البنك الاهلي والزمالك، وماتش بيراميدز وبتروجيت، من الغاء اهداف ومن حساب ضربات جزاء مش ضربات جزاء والكلام ده. فالاهلي النهارده ارسل خطابا رسميا الى اتحاد الكره، وبيطالب فيه بان هو يعين خبير اجنبي لقياده لجنه الحكام تفاديا لهذه الاخطاء، لانه يعني بيقول انه الكلام ده لا تدعو للتفاؤل. الاخطاء اللي في الجوله الاولى، الأخطاء اللي حصلت في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم. يعني الأهلي خايف من اللي جاي، لأنه احنا قلنا ما ينفعش انت تبقى في بداية الموسم وتحصل أخطاء بالكم ده وتأثر على نتائج المباراة. وبعدين زي ما احنا قلنا انه البطولة دي السنة دي مختلفة ليه؟ لأنه انت هتلعب جولة واحدة من 17 ماتش، كل فريق هيقابل ال 17 فرقة الباقيين جولة واحدة، يعني دور أول. طب الدور التاني انت مش هتلعب دور تاني، انت هتلعب كل فرقة هيقسموا مجموعتين، هيبقى في 9 الأوائل دول متأهلين للدوري بتاع السنة الجاية خلاص، بس هيلعبوا مع بعض. كل فرقة هتلعب التمانية التانيين على طبعا مجموع النقاط، هيخليك ان انت اول وتاني ده لحسم الدوري. التسعة الاولانيين هيلعبوا مع بعض على حسم الدوري والمراكز الاولى. التسعة التانيين هيبقوا بينافسوا على الهبوط، يعني هيلعبوا مع بعض، واخر 3 تحت هم اللي هيهبطوا. فما فيش مجال ان انت النهارده تضيع بونت على فرقه مثلا في وسط الجدول او تحت في الجدول، مش هينفع الكلام ده خالص نهائيا. هيبقى في ظلم كبير جدا للفرق دي، لانه الدوري ما فيش فرصه للتعويض. انت مثلا ممكن تلعب، احنا السنه اللي فاتت شفنا مثلا بلديه المحله كانت بادئه الموسم جامده جدا 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 يعني، وعملت دور اول، مفيش بعد كده. وطبعا مع سوء النتائج في الدور الثاني ومستواهم اتغير، فابتدى ان هم يخسروا نقط كتير لغايه ما وصلوا اخر الدوري وهم هبطوا.
الدوري للممتاز به، وطلع غزل المحله السنه دي. فاحنا مش عايزين ان احنا مثلا، ممكن يحصل العكس برضه، يبقى فرقه مش كويسه في الدور الاولاني بس تيجي الدور التاني تعوض وتقدر ان هي تطلع. بس دلوقتي مفيش دور تاني خلاص، دلوقتي الموضوع بقى مفيش دور تاني. انت في 17 جوله، ما عندكش تعويض تاني. على الاقل انت عايز تفضل، يعني الفرق الصغيره هتقول انا عايز افضل في التسعه الاولانيين عشان اضمن البقاء في الدوري بتاع الموسم الجاي، وبعد كده بحسن من مستواي واخد مراكز احسن. فنتمنى التوفيق لكل فرق الدوري الممتاز، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي قلبا وقالبا، يعني احنا مع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد. طيب لو انت لسه بتتفرج لغايه دلوقتي، متنساش تعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.